السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لما تحبي بقى تدلعي كده جوزك وتدلعي ايه كرشه، معروفه الرجاله كلهم بيحبوا ياكلوا السندوتشات بتاعه الكبده والسجق. تعالي بقى نعملها في البيت كده بنظافه وبجمال وانسى اي ريحه زفار. اولا انا بجيب السجق بلدي من جزار وبنقعه في ميه سخنه من الكتل، ومعاه معلقتين خل، بسيبه كده شويه بس مش كتير. انضف بس الغلاف الخارجي، وبجيب الكبده صحيحه زي ما هي انا اللي بقطعها، وبشيل منها الغلاف برضو الخارجي اللي هو الطبقه الشفافه دي، لان دي بتمط معاكي في الكبده لو قطعتيها، ومهما استوت بتفضل تمط. جهزت بقى الحاجات بتاعتي، البصل والفلفل والليمون طبعا والثوم كمان المفروم في الكبه. اديني قطعت الكبده اهو، مش بقطعها صغير قوي ولا حاجه، بقطعها الحجم ده. وهنبدا بقى طبعا نعمل السجق لانه بياخد وقت اطول من الكبده. انا مش بتبل الكبده ولا حاجه ولا بغسلها، مجرد بس ما بشيل اللي هو الجلده اللي وريتها لكم دي، وخلاص من عليها. بحبش الراجل الجزار يديني الكبده متقطعه، بحب اخدها كده سليمه وانا اقطعها في البيت عشان اتاكد ان انا شايله الغلاف، لان الغلاف بتاعها ده لو ما تشدش يا بنات بيمط معاكي، الكبده بتبقى عامله زي الاستيك، ومهما سويتيها بتحسي برضو انها بتمط معاكي زي الاستيك، مش بتتاكل حلو. الاول كده احط معلقه زيت وما تكتريش، لان السجق زي ما انتم شايفين بينزل زيوت كتير. وهشوح فيها الزيت زي ما هشوح فيها سوري السجق زي ما هو. مش بحب اقطعه قبل التسويه عشان ما يتهريش ويبقى كل اللحمه اللي فيه واقعه تحت كده مع البصل، ويبقى كاننا بناكل لحمه مفرومه. بسويه زي ما هو كده مقفول، وفي الاخر خالص في اخر التسويه بجيب بقى المقص كده او السكينه واقطعه كله تاني. ومعايا بقى فلفل الوان، لو ما عندك فلفل رومي اخضر برضو بيبقى شكله جميل جدا، بس انا ما كانش عندي غير فلفل احمر والاصفر، فطبعا استخدمتهم. بعد ما شوحت السجق حطيت البصل يتشوح شويه مش كتير، بعد كده هننزل الفلفل يتشوح معاهم. والخطوه دي بقى يعني ايه، يعني طولي بالك شويه معاهم، تمام؟ طبعا عشان نضمن ان السجق بتاعنا يكون مستوي وطعمه جميل. وهنا بقى هبدأ احط ايه التوابل بتاعتي. احط طبعا رشة كمون ورشة فلفل اسود، وكمان هحط رشة قرفة لو عايزين، يعني لو بتحبوها، لو مش بتحبوها بلاش. وكمان هحط معلقة صغيرة قوي صويا صوص، دي بتخلي طعم السجق حاجة تانية يا جماعة، بتوديه في حتة تانية خالص. وبعد ما شوحته شوية مع التوابل نزلت معاه بطماطمايه متقطعة، طماطمايه كبيرة او 2 طماطم كبيرة على حسب طبعا الكمية. وهنبدأ برضو نشوح كل ده مع الطماطم تاني. السجق بقى خد لون غامق شوية عشان خاطر الصويا صوص، لو مش عايزة تغمقي كده خلاص خليكي من غير صويا صوص، بس هي بتخلي الطعم حاجة تانية خالص. وعصرت كده حوالي 4 طماطمات صغيرين، وحطيت عصير الطماطم كمان عليه. بصوا بقى انا في المرحلة دي هو كده خلاص، انا ضمنت ان السجق كله متماسك وتقريبا شبه استوى. هجيبه واقطعه، هطلعه تاني كده على القرمه واقطعه. انا ساعات بقطعه في الطاسه، بس ما كنتش متحكمه منه فطلعته كده زي ما انتم شايفين. بصوا تقريبا مستوي، انا بوريه لكم. وقطعته وحطيته تاني. وفي الاخر بقى خالص يا بنات بحط معاه الثوم، يعني قبل ما يستوي ب5 دقايق كده واطفي عليه بحط معاه الثوم، بيودي بقى الطعم كده في حته تانية خالص. وبقلب حلو تاني. لو حاسه ان هو محتاج يستوي اكتر ممكن تضيفي عليه شويه ميه وتسيبيه يستوي براحته. وطبعا الحاجات دي احنا عارفين كل ما بتاخد تسويه كده حلوه كل ما بتبقى طعمها فعلا جميل جدا في السندوتشات. فهو محتاج ايه بقى، نوطي عليه النار خالص بعد كل التشويح والتقليب ده، ونغطي عليه ونسيبه بقى يستوي على هداوه خالص. هبدا بقى اعمل الكبده طبعا، وهسيب السجق يستوي، بياخد وقت طبعا زي ما قلت لكم. انا حطيت الكبده وشوحتها في زيت، واول ما غيرت لونها ضفت عليها الفلفل والثوم، بدون اي هو توابل ولا اي حاجه. هو ده بس اللي انا عملته، ان انا شوحتها في زيت، واول ما لونها اتغير حطيت الثوم وحطيت الفلفل. وما تحطيش الثوم في الاول عشان الثوم لما بيتحرق بيخلي الكبده لونها غامق. هنا بقى نزلت بفلفل اسود ورشه كمون بسيطه جدا وبس. هي دي توابل الكبده معايا مش اكتر، وهي كده تقريبا استوت. انا هطفي عليها الكبده ما تقعدش وقت طويل على النار، عشان بصوا بختبرها اهو.
هي اصلا لو قعدت وقت طويل على النار يا جماعه بتمط. انا طبعا بختار حته كبيره، وشوفوا انا بعملها بالسباتولا خلاص استوت، شايفين؟ بدوق بقى طبعا طعمها عشان خاطر اشوف لو محتاجه اي حاجه. طبعا بديها عصره ليمون في الاخر ورشه ملح مش كتير، الليمون ده بيخلي لونها فاتح. وتعالوا بقى نحط كل حاجه في السندوتشات. طبعا حطيتهم في السندوتشات، وكنت مجهزه الطحينه. الطحينه يا جماعه انا بعملها طحينه عاديه، وبحط عليها شويه خل وشويه ليمون وملح وكمون ورشه فلفل اسود. ودي الطحينه انا بحب اعملها. بعد ما غرفت اهو الحاجه وحطيتهم جوه السندوتشات، شايفين السجق اهو زي ما هو، شايفين؟ انا ما بحبش اقطعه صغير قوي لانه بيتفرفت وبيبقى في الطاسه، بحس انه يعني مش حاسه بيه. وهبدا بقى اضيف الطحينه. طبعا احط الطحينه على الكبده، وهحط طحينه كمان على السجق. يا رب بقى تكون الوصفه النهارده كانت سهله ولذيذه كده، واستفدت منها بمعلومه حتى واحده وتعجبكم. الاكل عجب والله كل الناس اللي اكلت منه. يعني حتى عايزه اقول لك ان بنتي ما بتاكلش الحاجات دي خالص، عجبتها جدا واكلت منها. فربنا يحسن ما بين ايديكم، جربوا الطريقه. الخطوات اللي عاملاها في الاول بتكسر الزفاره بتاعه السجق، انك تحطيه في ميه سخنه مع خل بتكسر زفرته، وبتكسر كمان اي بكتيريا او اي حاجه على الكيس بتاعه. وكمان الكبده ان احنا نجيبها من عند الجزار حته سليمه، ونشيل من عليها الكيس الشفاف اللي بيبقى عليها ده، او الجلده الشفافه اللي على الكبده نفسها. بتفرق طبعا معاكي في الكبده ان هي ما بتبقاش بتمط، وبتستوي كويس. الناس يقولوا الكبده عم مجلده معايا مهما اسوي فيها مش حلوه، طبعا عشان الكيس ده ما بتشالش. انتي هاتي الكبده حته سليمه وشيلي انتي الكيس وقطعيها قطع، ما تبقاش صغيره قوي. ما بحبش الكبده العصافيري، بحب الكبده القطع تبقى كبيره شويه عشان يتحس بطعمها، زي كبده الفلاح كده. الفلاح بتاع اسكندريه طبعا مشهور قوي يا جماعه، ما بيقطعش الكبده عصافيري ابدا، بيقطع الكبده كبير شويه. بس وضفت بقى عليهم كده زي ما انتم شايفين اللي هو الطحينه. ربنا يحسن من بين ايديكم، واتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم. واستنى منكم بقى دعوه جميله كده، واللايكات الحلوه بتاعتكم اللي بتفرحني، والكومنتات الجميله. وادعوا لي بقى دعوه كده بالشفاء، ربنا يشفيني ويشفي كل مريض يا رب. ودايما اقول قبل الشفاء ربنا يصبرنا على اي مرض ويجازينا بيه ويكتبه في ميزان حسناتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.